أنا امبارح الطريقة المؤسفة اللي أعلن بيها عن إقامة كأس مصر في السعودية. الحقيقة الإعلان كان في برنامج توك شو وبظهور لمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي في جلسته الخاصة بدار الأوبرا المصرية مع وزيرة الثقافة ورئيس شركة المتحدة للإنتاج. الحقيقة كان لازم يكون في مؤتمر صحفي يليق بكأس مصر البطولة الأعرق، كان لازم يكون في ممثل لاتحاد الكورة ورابطة الأندية اللي أنا عندي عليه تحفظ شديد في طريقته وتصرفاته وقراراته. كان لازم يكون في التقدير اللي احنا بنستناه لإقامة حدث زي كده في دولة عربية يليق بالنادي الأهلي، يليق بالنادي الزمالك، يليق بالمسابقة الأعرق والأقدم في المنطقة لكرة القدم. كان لازم يكون التحضير والإعلان من الطرف المصري مش من الطرف السعودي. ما نستكملش الأحداث اللي فيها تخاذل وفيها عدم تنسيق وانضباط زي ما أعلن يورجن كلوب خروج معسكر المنتخب وأحداثه من خلال محمد صلاح ومغادرته للمعسكر. كان لازم يكون لنا وقفة. الأحداث متتالية من بعد الخروج المخزي من البطولة الأفريقية بدون أي انتصار، مفيش تحليل فني ودراسة للقرارات اللي تصلح حال الكرة المصرية. الإعلان حتى عن الجهاز الفني ما كانش بوجود أحد أعضاء اتحاد الكورة حتى الآن. كابتن حسام في سفر ما بين موسم الرياض وما بين سفريات أخرى وتحليل في البرامج التلفزيونية. الحقيقة اتحاد الكورة مختفي تماما عن المشهد. هل ده عشان القرار جاي من الدولة مش من خلال اتحاد الكورة؟ الله أعلم. هنشوف كلنا الأحداث، ولكن الوضع بيزداد سوء، بيزداد تخبط. الإعلان امبارح عن كأس مصر كان مخزي ولا يليق بينا تماما. هل اتخذ رأي الأهلي والزمالك في إقامة البطولة في السعودية ولا لا؟ الأهلي بالذات عنده تحفظ للإقامة والتنظيم من طرف هيئة الترفيه، ومشاكل الاهلي السابقه مع تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للاهلي مع كابتن محمود الخطيب. ليه ما خدناش ايفنت زي ده يبقى بدايه لعوده الجماهير المصريه للملاعب، عوده الحياه تانية لملاعبنا؟ ليه ما استغلناش الحضور الجماهيري الكثيف اللي ممكن يكون داخل القاهره لو اقامه الماتش في برج العرب حتى او في العاصمه الاداريه الجديده؟ كان لازم نستغل حدث زي كده، ولو هنقيمه في دوله عربيه يكون بالتقدير اللي يليق بينا، مش في جلسه في قعده في توك شو يعلن طرف السعودي اقامه الكاس و و ويبقى ده الشكل اللي بيطرح للجمهور المصري. اللي انا واحد من ضمن الجمهور حسيت بانتقاص شديد، وشخصيا مش هتابع المباراه لاني قفلت منها من قبل ما تبدا ايا ما يكون الاحداث اللي فيها او التحضير ليها او التجهيز ليها. والواحد منتظر من كابتن علاء نبيل انه يكون هو اللي بيقيم الانضباط داخل اتحاد الكوره والقرارات اللي خاصه بالكوره المصريه. الامل الوحيد الاخير اللي ممكن ننتظر منه قرار صحيح او تعديل مسار للفتره الكارثيه اللي بتمر على الكوره المصريه والقائمين عليها. شكرا.